الإيمان والإسلام. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت القوي وقد وجهت يا أملي إلى جنابك قلبا سائلا وجدا، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. إخوة الإيمان والإسلام، إن الإنسانية إنما تنبثق من الإسلام، هذا الإسلام الذي جعل لنا كليات 5، وهي الحفاظ على النفس والدين والعرض والمال والعقل. هذه الكليات 5 جاء الإسلام للحفاظ عليها، وهذه الكليات 5 استنبط علماؤنا من قرآننا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الشريعة العظيمة جاءت للحفاظ على هذه 5. وفي مقدمة هذه 5 النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها إلا بالحق، فقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه النفس التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه النفس، نفس المؤمنة، لها مكانة ومقام عند الله. هذه النفس التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة ويشير إليها ويقول لبيت الله: ما أعظمك وما أعظم حرمتك وما أطيبك وما أطيب ريحك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لنقض الكعبة حجرا حجرا، أي لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض في قتل امرئ مسلم بغير حق لأكبهم الله على وجوههم في النار. يكب أهل السماء وأهل الأرض إذا اجتمعوا في قتل نفس مؤمنة بغير حق، فما بالكم بهذه الأنفس التي تزهق، وهذه الأرواح التي تجتاز، وهذه الأشلاء التي نرى، وهؤلاء الضعفاء المساكين من أطفال المسلمين الذين ما نتحمل أن نرى مآسيهم. يا أمة الحق والآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعر؟ متى يعود للإسلام مسجده؟ متى يعود إلى محرابه عمر؟ أكل يوم يرى للدين نازلة، وأمة الحق لا سمع ولا بصر. أقل شيء أن تستوعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. المسلم ينبغي أن يكون ناصرا لأخيه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم:
إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. إخوة الإيمان والإسلام، هذه المناظر التي نراها تجردت منها الإنسانية، تجردت منها الإنسانية، قتل وتشريد لأمة الإسلام، للمسلمين المستضعفين. أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعم به أبواقه؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت به الأحداق. أطفالنا على أحلامهم ناموا، وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا الذي يقع في أمة الإسلام لا يقع بعيدا عن أعين وبصر الله سبحانه وتعالى. ولتعلموا أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه لا محالة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذا استيأس الرسل يأتي نصر الله. هؤلاء الرسل قد يصيبهم اليأس من أنه لا يؤمن بهم أحد، أو أن نصر الله يتأخر. يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فإذا استيأس الرسل الذين هم أقوى منا إيمانا، الذين لا يقارب إيمانهم بإيماننا، قد يصيبهم اليأس. ولكن حينما يصيبهم اليأس يأتي نصر الله فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لا تحسبن أن هؤلاء الذين كفروا بالله والذين عادوا الله وقالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لا تحسبن هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء، قتلوا زكريا عليه السلام شقوه بالمنشار نصفين، وقتلوا يحيى عليه السلام، وهموا أن يقتلوا عيسى عليه السلام، ولكن الله رفعه إليه. لا تحسبن أن هؤلاء الذين حرفوا الكتب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لا تحسبن أن هؤلاء الذين قال الله فيهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لا تحسبن أن الله ناصرهم، أن الله يمكن لهم. هؤلاء إنما يمهلون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. واقرأوا قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أي ظلم أكثر من ملايين البشر قتلت على أيدي هؤلاء الملاعين في ربوع الأرض كلها. قتلوا في أمريكا الشمالية، وقتلوا في أمريكا الجنوبية، وقتلوا في أفريقيا، ويقتلون في المسلمين ليلا نهارا. ولكن إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما بها الصدر الرحيم وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الدر وجه
ولا أغنى بعلته الأريب. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناءت فموصول بها الفرج القريب. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الأمة ذاقت على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم مثلما يذوق هؤلاء المستضعفين من المسلمين في غزة وفي فلسطين. ها هو بلال يعذب في الصحراء في الرمضاء، ها هي سمية تقتل بحربة في فرجها، ها هو خباب تنطفئ النار التي أشعلوها له بشحم ظهره رضي الله عنه. ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ هذه عادة البشر. إذا كان خباب رضي الله عنه وأرضاه يستعجل النصر، فما بالنا بالضعفاء؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى خباب أن من كان قبلنا من المؤمنين ابتلوا مثل ابتلائكم. ولا تحسبن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتألم لما يحصل لأصحابه، بل كان يتألم أضعاف ما يرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة في الأرض ويوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيشق من مفرقيه، وتؤتى بالكلاليب فتوضع بين جلده وشحمه وعصبه، لا يصدهم عن دينهم شيئا. والله ليتمن الله هذا الأمر، هذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لا تستعجلوا نصر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، ليس من منهج نبينا صلى الله عليه وسلم بث اليأس والقنوط في قلوب الناس، ولا إدخال الحزن والكآبة على الناس. وإن كنا نحزن ونتألم بما يحدث لإخواننا في فلسطين، ولكن هذا ابتلاء من الله وامتحان لهم ولنا قبلهم. فإن الله تبارك وتعالى اختارهم واصطفاهم أن يتخذ منهم شهداء. وامتحننا الله تبارك وتعالى ليرى منا غيرة على دينه وحبا لإخواننا المستضعفين في فلسطين. إخوة الإيمان والإسلام، ليس من منهج نبينا صلى الله عليه وسلم إلا التفاؤل وبث الأمل في الناس. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، وكان يعجبه الاسم الحسن. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة المستضعفة التي تنزف. نعم، يبشرها نبيها صلى الله عليه وسلم، يقول:
بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له منه نصيب. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يبشركم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرس يستحملهم بطاعته إلى يوم القيامة، وأكرم بغرس غرسه الله. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يطمئنكم ويبشركم، وهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا غضا طريا يوصف ما نحيا. إذا ما سألت عن سر العداء من هؤلاء يجيبك القرآن. قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالأمر عندهم ليس أرض ولا مسجد، إنما هم يريدون أن يصدون المسلمين عن دينهم إن استطاعوا. إن سألت عن حالهم يجيبك القرآن: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إن سألت إلى متى هذا؟ أين نحصل على سلم منهم؟ متى نعيش معهم في سلام؟ يجيبك هؤلاء الأطفال وهم أشلاء تحت الأنقاض بقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا قول فصل لمن أراد السلام من هؤلاء. هذه آية في كتاب ربنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا قلت أين الأمل الذي تحدثنا عنه؟ فهو في كتاب ربنا. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله عز وجل: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم نأتي على بعض المبشرات في كتاب ربنا. قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هذا مرادهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. قال: ومثلهم في ذلك مثل الذي يريد أن يرد الحق بالباطل كمثل الذي يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، فكما أن هذا مستحيل فذاك مستحيل. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فما زال الإسلام هو الدين الوحيد الذي ينتشر في ربوع الأرض بدون سيف ولا مدفع، لما فيه من موائمة لفطر البشر ولراحة البشر الجسدية والروحية. فإن الإسلام ينتشر في ربوع الأرض بدون سيف ولا مدفع، وهذا وعد الله. ومن المبشرات في كتاب ربنا أن الله تبارك وتعالى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
قال ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله أن الله سيجعل أمة الإسلام هم الولاة على الناس، هم الحكام على الناس. قال: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وحكما. ومن المبشرات أيضا في كتاب ربنا قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وغيرها وغيرها وغيرها. ولكن يأتي نصر الله حينما تعلم أمة الإسلام أن نصرها من الله وليس من أحد غير الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا هو العلاج. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالصبر وحده لا يكفي، لا بد من التقوى. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبهذا الحديث أختم، قال: كنت عاشر عشرتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. هذه الأمراض المستعصية إنما هي بسبب الفاحشة التي ظهرت في ديار المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالشدة، أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما في أيديهم. قال صلى الله عليه وسلم في الخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذه ال5 فينا وعواقبها وقعت بوادينا. كل هذه الفواحش والقبائح التي في ديار المسلمين هي السبب الحقيقي للانهزام، ولن يحصل نصر إلا بتحقيق الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين وبتنقية المجتمعات المسلمة من جميع الفواحش والقبائح التي تقع في داخلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أبلغ بدينك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويوقف فيه عند حدودك. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين من المسلمين
المسلمين. اللهم انصرهم وكن لهم مؤيدا ومعينا وناصرا. اللهم اجعلهم في رحمتك وفي كنفك وأمانك. اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين، كن لهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم أيدهم بجند من عندك. اللهم أرسل لهم ملائكة تقاتل. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم لا تذر على الأرض من اليهود ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اللهم انتقم ممن قتل إخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أرنا فيهم بطشتك. اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم يا مجري السحاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم أحزاب الصهاينة ومن عاونهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وآله أجمعين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا